في شوية حاجات ونصايح محتاجين نراجعهم بسرعة مع بعض. أول حاجة، مش كل الناس صحابنا، وحتى لو صحابنا مش كل الناس بنحكي لهم عن حياتنا الشخصية وعن بيتنا وعن فلوسنا وعن علاقاتنا بالناس وأدق أسرارنا. في حاجات لازم تراعي إنه في مساحات بينك وبين البني آدمين، ودي حاجة محتاجة إنه الناس ما تدورش فيها. يعني لا أنت تدور عن خصوصياتي وتقعد تبحث وتدور، ولا أنا كمان. فنحاول نعمل حدود مع بعض، ده بعد إذنكم. يعني حاجة كمان محتاج تعملها عشان خاطر تعملي لايك وشير وكتير، بسرعة، يلا بسرعة. تاني نصيحة محتاج تعملها، بلاش نميمة. يعني مش كل الناس تقف معاهم وتقوله طب وبعدين عملوا إيه بعد ما عملوا كده. ملكش دعوة، دي صينية وبتلف. يعني اللي كان واقف معاك وحكالك عن فلان بيحكي عنك برضه، بس انت محتاج انك تخرج من الحاجات دي. اولا لانك بتخسر صورتك الشخصية. الناس اول ما بتتحط معاهم في الوضع ده انت بتصغر قوي، تصغر قوي قوي. تاني حاجة، انت برضه هيتكلموا عليك، يعني سيبهم وامشي كده، جرب. ده معناه انه الناس دي اصلا مش هقولك تقطع معاهم، انت ودماغك بقى. بلاش نعمل بوستات عن الشغل كتير، ونعتبر ان ده خفة دم وهزار عشان بيعملوا شير للمدير. وكمان بلاش نقعد نلقح على بعض في البوستات. خليكوا عاقلين كده شوية وعالم رزينة كده، وتحاولوا ان انتوا لما يكون عندكوا عتاب لحد تقولوا له مباشرة، لانه كله بيعمل شير. انت الخسران في الاخر. انت اللي لما بتجيش صريح وتقول من البداية ايه بالظبط اللي انت محتاجه من الاشخاص، ما تزعلش لما هم مش هيعملوه وتقعد تقول لهم ما انت لو مهتم ما انت كنت عرفت. لا، انه يقعد طول النهار يمسك خديجة المغربية تقعد توشوش له في ودانه وانتوا محتاجين ايه. ما اللي محتاج حاجة يقولها على طول. الحياة اسهل من كده. بنعمل حدود واضحة في الشغل، يعني بنتكلم في الشغل لكن ما بنقعدش نحكي مشاكلنا الشخصية وأقول لها يا أختي والله العظيم قرفني، والله العظيم دي قرفاني، دول مزهقني. ما بنعملش كده. كل حاجة لازم في حياتنا نفصل. احنا في شغلنا غير في حياتنا غير في بيتنا غير في النادي، وكل واحد ودماغه بقى. على فكرة الأسرار اللي الناس بتعتبرها أسرار دي وتقعد تتطفل عليها في بعض، أحياناً بيبقى عندي مشكلة وجعاني، ولو انت فضلت تدور فيها فانت بتدور في وجعي. الحدود النفسية دي كلنا محتاجينها. حضرتك ست بامبا اللي عمالة تحكي وتتحاكى وتدور وتلالي، فكلنا بنخسر لما بنقعد ندور كده ورا بعض. كل واحد فينا عنده مشاكله والحاجات اللي بتضايقه، والحاجات اللي لو الناس فضلت تجري وراها هي على فكرة تعبانة برضه. يعني الناس دي مرضى أساساً بيتعالجوا، أنا فاهمة. لكن احنا كلنا كل اللي محتاجينه ان احنا كل واحد يخليه في ورقته، والزعل اللي بيزعله يختار هو هيحكي له مين. يمكن مش عايز احكي لك انت بالذات، يمكن مش عايز انزل في نظرك انت بالذات، يمكن العلاقة اللي بيننا ما تسمحلكش انت بالذات. فكل اللي محتاجينه من الناس خليكوا في نفسكم وبس. خليكوا في نفسكم وبس. في حاجة عايزة اقولها لك عن نفسك لازم تفهمها. أحياناً ضميرك بيأنبك من ناحية أشخاص هم اللي ظالمينك، فلما يكون عندك الحكاية دي ما تقولش لا أصل أنا اللي لهم العذر، أصل هم كانوا بيكهربوني عشان هم فاكرين إن هم بيحبوني، أصل هم لو ما بيحبونيش ما كانوش كهربوني. لا، الموضوع مش كده خالص. في ناس عندها مشاكلها النفسية، ولازم تعرف تفرق بين اللي بيحبوك بجد وبين اللي بيعذبوك وبيكهربوك. اللي هتكون انت بتحب الكهرباء ده موضوع تاني. في حاجة لازم تاخد بالك منها وانت بتستخبى. في أيام بتبقى انت مش عايز تظهر قدام كل الناس حتى لو ناجح، وتبقى مكسوف ومستخبي كده، وده بيكون نابع من الطفولة. بيحصل في طفولتك ان انت لما تيجي تعمل حاجة غلط فأهلك يوبخوك زيادة، فتحس ان انا خايف لا يكون الناس اللي حواليا دي هيوبخوني لو انا غلطت. فحاول تفهم اذا كان اللي عندك ده انت ما بتحبش عشان انت بني ادم متواضع، ولا عشان كان عندك مشكلة محتاج تتصالح فيها مع نفسك. لو انت عندك مشكلة زي كده اكتب لي في الكومنتات وهقول لك حاجات كتير هتساعدك ونصايح هتخليك احسن واحسن.
ومش غلط خالص إننا نفشل خالص، عادي إننا نفشل وعادي إن إحنا ما نظهرش قدام الناس بكل الصور. وفي النهاية أحب أقولك اتفرج على فيديوهاتي اللي فاتت وفيديوهاتي اللي جاية عشان خاطر، ولايك وشير وكتير.